عايز تعمل بنج زي ده لازم تتفرج على التمرينة كاملة وتطبقها. معاكو تمرينة بيج محمد صاحب ال17 سنة. أول تمرينة هنبتدي تجميع فلات بالدمبل زي ما انتوا شايفين. طبعا معودكوا زي ما وريتكوا في تمرينة الكتف اللي فاتت ان احنا بنلعب مجموعتين للفيلير ومجموعة تسخين. تاخد مجموعة التسخين بتاعتك وتبدأ تلعب مجموعتين للفيلير. تمام. تاني شكل معانا تحط الدكة عند الكيبل زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، وهتحط الكيبل عند تحت مستوى كتفك حاجة بسيطة، وتبدأ تلعب زي ما باين قدامك في الفيديو كده مجموعتين للفيلير. تالت تمرينة للبنج العالي، هنروح عند اي ماشين بتشغل البنج العالي زي ما باين قدامكم كده في الفيديو، وهنلعب مجموعتين للفيلير زي ما انتوا شايفين. رابع تمرين هنلعب فراشة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده في الفيديو مجموعتين للفيلير. خامس تمرين معانا هناخد بار عالي زي ما انتوا شايفين قدامكم كده في الفيديو. سادس تمرين واخر تمرين هتنهيلي التمرينة بتاعتك بضغط للفيلير، يعني ما تقومش من على الارض الا وانت ميت حرفيا جايب اخرك. تعودوا نفسكم ان انتوا تتمرنوا تحت اي ضغط. انا عايز اقول لكم ان انا بقالي 3 ايام نفسيتي زي الزفت. بقالي 3 ايام يا دوبك بنزل باخد التمرينة بتاعتي بالعافية. في مشاكل كبيرة جدا عندي في البيت ومشاكل نفسية كتير جدا. فانت لو عايز توصل لهدف او تحقق نجاح معين لازم تعود نفسك تعمل اللي عليك تحت اي ضغط إن كان. تعمل اللي عليك تحت اي ستريس موجود عندك. تيجي عليك اليوم اللي انت ما عندكش التحفيز الكافي، اللي ما عندكش تحفيز ان انت تقوم تتمرن، ان انت تمشي على الدايت، ان انت تعمل اللي عليك عشان توصل للنجاح بتاعك. صدقني الفرق ما بين اللي بيوصل واللي ما بيوصلش اللي بيقدر يتمرن واللي بيقدر يعمل الواجبات اللي عليه تحت اي ضغط إن كان. اعمل التمرين اللي جاي عن ايه، وده مستواي الحالي. عايزكم تقولولي اركز على ايه وايه العضلات الضعيفة عندي، وتقولولي رأيكم. بس كان معاكم بيج محمد صاحب 19 سنة.